بعد الطريقه دي استحاله هتشتري النوتيلا من بره. النوتيلا طبعا اسعارها بقت غاليه قوي قوي. هنعمل نوتيلا في البيت ببلاش بمعنى اصح يعني. بصوا القوام ما اقولكوش، وطعمها تحفه واحلى من اللي انتوا بتجيبوها من بره يعني مليون مره. نقول طبعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالى اقول لك على اسهل طريقه نعمل بيها النوتيلا في البيت. عايزه اقول لك الولاد يعني بيموتوا فيها جدا جدا. بس الاول انا عايزه اوريكم يعني. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي. ايه, إيه طبعا بتحطيها في السندوتشات كده. بس كان المفروض كمان كنا نحطها في التلاجة. اول ما نعملها نحطها في التلاجة ساعة ساعتين، وابدأي بيها على طول اعمليها سندوتشات كده وتاكلي منها احلى نوتيلا في البيت. مقادير اقتصادية 100%. بصوا الجمال، طعمها تحفة تحفة. الطريقة دي هتعتمديها عندك طبعا وتعمليها على طول. تعالوا بقى اقول لكم على المقادير بتاعتنا، سهلة وبسيطة جدا جدا. اقول لكم حلوة قوي قوي. اول حاجة معايا على طول البندق. إيه هقول لك البديل بتاعه ايه. كان عندي حوالي 20 حبايه من البندق دوت. مسكتهم طبعا. بتقشريه وتحمصيه كده دقيقتين 3 على النار. لما بتحمصيه بيطلع الريحه بتاعته بتبقى قويه جدا في قلب النوتيلا. ببدا اطحنهم على طول في المطحنه بتاعه الخلاط بالشكل دوت. ممكن تنقعيه طبعا لمده ساعه، بيتقشر على طول لما بيتنقع في ميه سخنه. او ممكن يتقشر على طول بالسكينه. وتبداي تحمصيه على النار وتحطيه طبعا يتطحن في المطحنه بالشكل ده. احنا عايزين يعني يطحن ناعم جدا جدا جدا. بصوا طحنته قوي يعني. دول كانوا 20 حبايه بالظبط. حابه تزودي اكتر من كده زودي، بس انا بعمله بطريقه اقتصاديه جدا. هيبقى البديل بتاع البندق في اسانس بندق بيتباع طبعا عند مستلزمات الحلويات. بس الاول اقول لك على المقادير. معايا كوبايه لبن مصفياها طبعا، ما يكونش فيها اي قشطه خالص. كوبايه لبن. معيار الكوبايه دي هتعايري بيها كل المقادير. ده حجم الكوبايه اللي انا شغاله بيه. كوبايه لبن. وهيبقى معايا كوبايه الا ربع سكر، نفس معيار الكوبايه، كوبايه الا ربع عشان السكر يبقى مظبوط قوي قوي. هحط كمان 3 معالق كبار مليانين من الكاكاو الخام. 3 معالق كبار مليانين كاكاو خام. هنحط بقى البندق اللي احنا طحناه حلو جدا قوي قوي ناعم كده في قلب المطحنه. وهحط يعني نقطتين 3 فانيليا او رشه فانيليا من اللي هي الفانيليا البودر. وهنضرب بقى الكلام ده كله كويس قوي قوي في الخلاط. ضربناه كويس قوي اهوت. نزلت عليه بنص كوبايه زيت في الاول. بصوا بقى ده قوامه بعد ما ضربته بالزيت. تقل معايا بالشكل ده اهو. حبيت اديله كمان 3 معالق كبار زيت كمان. وشغلت عليهم الخلاط. يعني معيار الزيت نص كوبايه و3 معالق كبار كمان. وهنضربه كمان في الخلاط. طبعا الخلاط بتشغله وتطفي الشغاله وتطفي عشان يتضرب معاك كويس قوي وما يبقاش كمان ايه تقيل على الخلاط. فالزيت هو اللي بيتقل معايا الصوص دوت. بيطلع قوامه حلو قوي قوي. يبقى هي كوبايه بتعايري بيها المقادير كلها. بصوا بقى السمك ده حلو جدا. هوريهولكوا اهوت. يعني المقادير سهله واقتصاديه جدا جدا. ممكن بدل البندق زي ما بقول لكم اسانس بندق بتحطي معلقه صغيره مش اكتر عشان ما يمررش معاكي في قلب الوصفه. ممكن كمان تجيبي كيس نسكافيه بطعم البندق وتضربيه في قلب الخطوات دي كلها، المقادير دي كلها بديل البندق لو انت ما عندكيش بندق. لكن انا طبعا ما استخدمتش ولا كيلو بندق ولا نص كيلو ولا ربع كيلو ولا 8 كيلو. انا استخدمت يا دوبك في الوصفه ديت 20 حبايه من البندق. تمام عشان يطلع معايا المقادير اقتصاديه بمعنى اصح. ضربت بقى كله كويس طبعا في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. وطلع معايا القوام اللي انا عايزاه. تمام. يبقى المقادير بتاعتنا سهله جدا جدا. كوبايه اللبن عليها كوبايه الا ربع سكر. وكمان حطينا 3 معالق كبار كاكاو مليانين. بصوا بقى القوام. نقطتين 3 فانيليا كده سايله. بصوا بقى. ما اقولكوش يتحط بقى في التلاجة ساعه ساعتين يطلع تحفه. والقوام ناعم جدا جدا زي ما انت بتجيبيه من بره. طبعا غامق شويه علشان خاطر الكاكاو اللي انا مستخدماه كاكاو غامق. لكن في كاكاو افتح من كده هيديكي لون افتح كمان لو انت استخدمت اللي هو الفاتح شويه. هنزل بقى كل اللي في الخلاط طبعا مش يعني ما تسيبيش اي حاجه خالص. زي ما بقول لكم الزيت نزلت كوبايه زيت الاول. بعد كده احتجت كمان 3 معالق كبار زيت وضفناهم مع المقادير بتاعتنا. بصوا بقى الجمال ما اقولكوش. وصفه حلوه جدا. البرطمان ده بتشتريه بكام من بره؟ غالي جدا. انا بصراحه ما بشتريش من بره يعني. انا بعملها في البيت بتطلع حلوه جدا. اغطيها بقى
طبعا بالغطا بتاعها، وتشيلي في التلاجة تستعملي.